أنا والآب واحد. الكلام ده قاله المسيح نفسه في حوار مباشر مع اليهود لما كان بيشرح علاقته بالآب. قال جملة خلتهم يقفوا مذهولين: أنا والآب واحد. الجملة دي مش كلام كده عادي، لأ، دي بتكشف إن المسيح هو الله المتجسد، وإنه والآب ليهم جوهر واحد، يعني مش 2 ولا 3. المسيح كان بيتكلم عن الوحدة الكاملة بينه وبين الآب، مش وحده في الهدف بس، لكن وحدة في الجوهر والطبيعة. الآية دي بتوضح لينا جزء من سر الثالوث: الآب والابن والروح القدس واحد، مش 3. الوحدة اللي بين الآب والابن هي كمان دعوة لينا نعيش في سلام ووحدة مع ربنا ومع بعض. لما نؤمن بالمسيح انت بتدخل في علاقة حب مع الله الواحد اللي أظهر نفسه لينا في الثالوث. علشان تعرف انك لما بتؤمن بيه انت مش لوحدك. المسيح قال: أنا والآب واحد. السيد المسيح قالها لما كانوا اليهود بيسألوا عن هويته وسلطانه، ده سنة 30 ميلاديا. السيد المسيح بنفسه قالها وبيوضح بيها العلاقة الكاملة بينه وبين الآب.